بعت 50 تقديم او حتى 100، وبتصحى كل يوم الصبح على رسائل كتيرة من الشركات أكتر من الرسائل اللي خطيبتك بتبعتهم لك. الشركات بتصبح عليك باختبارات الرفض، أو حتى في شركات ما بتاخدش من وقتها حتى عشان تبعت خطاب الرفض، صمت تام. وبتقعد تسأل نفسك هل العيب فيا ولا السوق مقفول ولا في حاجة أنا ممكن ما كنتش شايفها؟ والحقيقة إن ممكن تكون في حاجة أنت مش شايفها. هتلاقي في ناس كتير على النت بتتكلم عن إن في 80% من الوظائف بتكون مخفية، والرقم دوت في الحقيقة مبالغ فيه ومفيش إثبات على الكلام دوت ولا دراسة اتعملت على الموضوع ده. بس اللي طلعه معهد سوق العمل الألماني الرسمي ال IAB عن تعيينات 2025 مهم نتكلم عنه. توصية أو معرفة شخصية كانت السبب الحاسم في حوالي 27% من التعيينات، والشركات دورت بالطريقة ديت في حوالي نص الحالات قبل ما الإعلان يوصل لك أصلا، يعني بلغتنا كده بالوسايط والمعارف. فلو بتدور على شغل هندسة في ألمانيا وبترمي مئات السيفيهات على لينكد إن من غير رد، المشكلة هنا مش لازم تكون إن السي في بتاعك وحش، ولكن ممكن تكون أنت بتخبط على باب واحد بس والشركات بتفتح 4 أبواب. النهاردة هنتكلم عن الأربعة: الإعلان، التوصية، المبادرة، وتدريب بيتحول لوظيفة بعدين. وأنا مش بتكلم كده وخلاص، أنا برضو كان عندي تجربة شخصية ودخلت من 3 من ال4 أبواب دول، وده برضو هنتكلم عليه في فيديو النهاردة إن شاء الله. وقبل ما نقفل الفيديو هحذرك من نصبايا كبيرة بتكلف ناس في بلادنا فلوس حقيقية، وهسيبك ب6 خطوات أو تشيك ليست من 6 خطوات تبدأ بيها إن شاء الله من بكرة الصبح. فيلا بينا. فالسلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لاول مره جيت القناه فانا عبد الله رشدي، مهندس ميكاترونكس عايش وبشتغل في المانيا، وعلى القناه هتلاقوا فيديوهات ليها علاقه بالسفر لالمانيا تحديدا والسفر بشكل عام لان انا من هوايتي السفر والتصوير. وعلى القناه برضه هتلاقوا فيديوهات ليها علاقه بالهندسه لان انا مهندس، فعلى القناه هتلاقوا تشكيله حلوه كده. طيب الاول السؤال اللي لازم نجاوبه قبل ما نتكلم عن اي طريقه، هو اصلا في شغل ولا لا؟ هقول لك الحقيقه بجملتين. في جمله بتتقال ان المانيا جعانه لاي مهندس، عايزه اي مهندس وخلاص، ودوت غلط. وتاني جمله بتتكرر كتير وهي ان المانيا ما فيهاش شغل خالص، ودي برضه غلط. والواقع تشكيلة من الاتنين، وهوريك ازاي. ذكرنا في فيديوهات قبل كده عن تقارير اتعملت من VDI بتقول ان الربع الثالث من 2025 الوظائف المفتوحة في الاي تي والهندسة نزلت حوالي 23% عن السنة اللي قبلها. يعني بقت كام؟ بقت حوالي 99,000 وظيفة شاغرة، وفي نفس الوقت البطالة في المهن ديت زادت 17.6%، يعني المنافسة أعلى من اللي كانت عليه في 2022، والسوق يعتبر سوق بارد. فاللي يقول لك سيب كل حاجة في بلدك وتعالى هتلاقي شغل في ألمانيا ده بيضحك عليك بس. وهنا الجزء الثاني من الحقيقة، نفس التقرير بيقول إن في نقص هيكلي لسه موجود. في البناء مثلا 306 وظيفة مفتوحة لكل 100 واحد عاطل، وفي الطاقة والكهرباء 271. يعني النقص حسب التخصص والمنطقة. يعني مش ببساطة كده انك تسافر ألمانيا وتلاقي وظيفة وخلاص، الموضوع مش بالسهولة ديت، بس في نفس الوقت في وظائف والباب مش مقفول. طيب لو السوق أبرد والمنافسة أعلى، يبقى اللي هيفرق هنا مش انك تدوس ابلاي وتقدم وخلاص، اللي هيفرق معاك ان شاء الله انك تعرف الشركات ديت بتعين منين اصلا. ودول الابواب الاربعه اللي هنتكلم عنهم. الشركات في المانيا بتفتح الشغل من 4 ابواب، واغلب الناس واقفه على طابور الباب الاول بس. الباب الاول اللي هو الشتيلن انزايجا، اللي هو الاعلان العلني، بيكون على مواقع زي ستيبستون، انديد او لينكد ان. كمان ممكن تلاقي الاعلانات ديت على صفحه الشركه الرسميه او الجوب بورزه اللي هي بتاعه مكتب العمل في المانيا، ده المكتب اللي بيساعد الناس انها تلاقي وظائف. تاني باب وهو الانفيلونج، موظف جوه الشركه يوصي عليك، وده اللي قلنا اللي هو حسب الدراسه 27% من الشركات وظفت بالشكل ده عن طريق الوسائط. تالت باب وهو انيشياتيف بيفيربونج، اللي هو تقديم مبادره لشركه محدده قبل ما الشركه تنزل اعلان اصلا. الموضوع دوت معروف جدا في المانيا، خصوصا في الشركات اللي هي ميتلشتاند اللي هي متوسطه، وده اللي ان شاء الله نتكلم عليه بتفصيل اكتر كمان شويه لانه اكتر باب متساب فاضي. ورابع باب انك انت تقدم على الشركه وانت جوه الشركه اصلا، ده بيكون عن طريق انك تكون مثلا بتشتغل وظيفه طالب جوه الشركه او بتعمل تدريب مثلا، وبعدين تطلب من الشركه بعد ما تعمل شغلك كطالب وبتثبت نفسك تقدر بعدين تقول للشركه انك انت عايز تشتغل عندهم فول تايم. فدي برضو من الطرق المضمونه انك انت تعرف تلاقي شغل في شركات في المانيا. فانا بالنسبه لي شايف ان السوق المخفي فعلا هو البوابات رقم 2 و3 و4، لان هنا الوظيفه بتتقفل قبل حتى ما يعلنوا عنها. وفاكر لما قلت لك في اول الفيديو ان دخلت عن طريق 3 ابواب من الابواب ديت؟ شغل الحالي جالي من الباب الاول، ان انا شفت اعلان عن طريق موقع لينكد ان وقدمت على الشركه مباشره عادي جدا. ولكن قبل كده جالي عرض من الباب الثاني عن طريق توصيه، ولكن ما اشتغلتش في الشركه. وفي الجامعه استاذ كنت اشتغلت معاه قبل كده كلمني بنفسه على موضوع الدكتوراه، ودوت يعتبر الباب الثالث، ان انا كان في علاقه بيني وبين الدكتور في الجامعه واشتغلت معاه وقت ما كنت بدرس في الجامعه. فالاول الدكتور جربني لمده 6 شهور كنت بشتغل معاه، وبعدين لما شاف الحمد لله ان شغلي كان كويس عرض عليا بعدين ان انا اكمل شغل في الجامعه واعمل دكتوراه وهو يكون المشرف بتاعي. فزي ما قلت لكم انا شفت ال3 ابواب بنفسي مش باب واحد بس. ولو انت مهندس او طالب عربي ناوي على المانيا، القناه ديت كلها معموله للرحله ديت،
من السي في للمرتب بتاع الشركات لايه الشركات اللي المفروض تقدم عليها. فما تنساش تشترك معنا على القناه وخليك معنا في الرحله. وخلونا نرجع تاني لموضوعنا. يلا نمسك كل باب لوحده، ازاي تستخدمه صح من غير ما تضيع وقتك. الباب الاول اللي هو عن طريق الاعلانات، واللي هو دايما اغلب الناس بتيجي تقول لي ما انا قدمت 100 اعلان 150 اعلان ومفيش حاجه جت. فالسؤال هنا، هل بتقدم صح؟ مبدئيا اماكن التقديم عن طريق مواقع زي ستيبستون، انديد، ولينكد ان. دي افضل مواقع تقدر تلاقي عليها وظائف في المانيا. لما تيجي تقدم على وظائف خلي كده في ملف فيه الحاجات اللي انت المفروض تقدم بيها. اول حاجه الانشرايبن او اللي هو الخطاب اللي انت بتقدمه للشركه. تاني حاجه الليبنزلاوف اللي هو السي في. تالت حاجه التسويجنسه الشهادات بتاعتك. وغالبا ده كله بتجمعه في PDF واحد باسم نظيف، اسم يكون بروفيشنال، مش سي في رقم 1 ولا سي في رقم 2. خليه اسم بروفيشنال، مثلا سميه ابلكيشن وبعدين اسمك. عملت قبل كده تفاصيل عن اخطاء السي في والATS، عندك فيديو كامل هتلاقي فيه بنتكلم عن 7 اخطاء في السي في لو عايز تعمل سي في بروفيشنال. بنصح جدا انك تروح تتفرج على الفيديو دوت لو ملفك لسه مش جاهز. ان شاء الله الفيديو بتاع السي في دوت هيكون مهم جدا ومفيد جدا ليك. وعلشان ما تحسش انك لوحدك، في استطلاع على موقع انديد مع ابينيو في مارس 2026 63.5% من المتقدمين في المانيا قالوا ان ما وصلهمش اي رد خلال السنه اللي فاتت، وحوالي 80% حاسين ان الجوستنج بيزيد. فكره ان الشركه ما تردش عليك اصلا لا بقبول ولا برفض، يعني الصمت اللي انت موجود فيه دوت دي القاعده مش استثناء، مش ان الشركه مستقصداك انت وما بتردش عليك لوحدك. ده الباب الاول اللي الكل واقف عنده. طيب ازاي توصل للوظيفه اصلا قبل ما ينزل لها اعلان؟ وده الجزء اللي لو هتاخد حاجه واحده بس من الفيديو دوت خدها من الجزء ده. الفكره اللي محدش بيشرحها كويس ان المدير في الشركه لما بيحس انه محتاج حد ومحتاجين يعينوا حد جديد مش بيروح يكتب الاعلان في نفس اللحظه، ممكن يقلب شويه على لينكد ان او بياخد ورك ستودنت، يعني طالب شغال عنده في الشركه، لو الطالب دوت شاطر ممكن يعينه. فكرة ان ينزل اعلان ده بيعتبر اخر خطوة مش اولها. والحاجة الحلوة هنا انك تحاول تكون في الصورة وتحاول تقف في الصف قبل ما الاعلان ينزل اصلا. نيجي لموضوع الانيشياتيف بفيربونج. يعني ايه؟ يعني تقدم مبادرة لشركة محددة انت مقتنع بيها، مش سبام كده ورسالة تقعد تبعتها ل 500 شركة في نفس الوقت. لا، هنا حاول تحدد 15 ل 20 شركة بس، يكونوا من الشركات المتوسطة، مثلا شركات روبوتات او اي حاجة انت حابب تشتغل فيها وتتخصص فيها. حاول توصل للاتش ار او اللي هو مسؤول التوظيف في الشركه عن طريق موقع لينكد ان او حتى على موقع الشركه الرسمي، وتكتب رساله صغيره ليه انت او ايه اللي تقدر تضيفه ليهم في الشركه. يكون سي في طبعا بالالماني او بالانجليزي حسب الشركه طالبه ايه بالظبط. ولو ما ردش عليك في خلال اسبوعين او 3 اسابيع تعمل فولو اب، تبعت له ايميل تاني محترم كده وبرضه تفكره بنفسك. طيب نيجي دلوقتي لباب التوصيه دوت. لو ما عندكش حد اصلا موجود في الشركه ازاي نفتح الباب دوت ومن غير ما تكون شخص تقيل وعندك خبره؟ ممكن تكون لسه متخرج جديد. توصيه موظف من جوه الشركه مش سحر، بس هي بتخلي ملفك يعدي الفلتر أسرع. من بيانات منصات أمريكية بيقولوا إن حوالي 1 من كل 10 ريفيرالز، يعني من كل 10 توصيات في 1 بيتحول لتعيين. بينما الناس اللي بتقدم عن طريق الإعلانات أحيانا بتحتاج من 50 ل 60 متقدم لكل تعيين. وزي ما قلنا في ألمانيا الرقم الرسمي المتاح إن 27% من الشركات بتقبل عن طريق الريفيرالز أو التوصية. طيب إزاي تطلب من شخص في شركة أنت مش عارفها إنه يعمل لك توصية من غير ما تحرج نفسك؟ فمن المهم انك تبني علاقه مع الشخص دوت قبل ما تطلب. ممكن يكون عن طريق انك انت تكتب له تعليق ذكي كده على موقع لينكد ان على الحساب بتاعه، او رساله صغيره تعرف بيها عن نفسك، وبرضه تقدم الحاجات اللي انت ممكن تقدمها للشركه زي السي في زي الموتيفيشن. ممكن الشخص دوت ياخد من وقته ويقرا السي في ويقرا الكلام ده كله، ولو لقى ان الورق بتاعك محترم عادي جدا ممكن يوصي عليك في الشركه. وبرضه من الحاجات الجميله اللي موجوده على لينكد ان ممكن يكون انت عندك صديق مشترك مع حد بيشتغل في الشركه اللي انت عايز تقدم عليها، فعادي جدا تكلم صديقك دوت وهو ممكن يتواصل بعدين مع الموظف اللي في الشركه ديت ويرشحك للشخص دوت، بحيث ان الشخص دوت بعدين يرشحك للشركه. علشان كده دايما بقول للناس انها تهتم بدايره معارفها. والباب الاخير واللي هو انت لو لسه طالب، فالباب الرابع دوت يعتبر افضل باب ليك. والفكره هنا انك تدخل الشركه عن طريق انك انت تكون طالب بيشتغل في الشركه او عن طريق تدريب، فبيبقى طبعا افضل للشركه انها بعدين واسهل لهم انهم يعينوا حد هم شافوا شغله عامل ازاي. التدريب ده ممكن يكون 6 شهور او حتى اكتر. الشركه هنا ما بتخاطرش زي لما تجيب حد لسه جديد ما تعرفش عنه اي حاجه. وهنا مفيش رقم رسمي من الشركات بشكل عام عن انهم شغلوا او وظفوا اللي هم الطلاب اللي كانوا شغالين عندهم، ولكن اقرب رقم رسمي للمنطق دوت نفسه هو الناس اللي عامله تدريب مهني، الاوس بيلدونج. نسبه الناس اللي بتتعين بعد ما بيعملوا تدريب في شركه وصلت ل 79% في 2024، ده حسب برضو الاي اي بي. فالرقم دوت مش اثبات ليك كطالب جامعي، ولكن دوت بيثبت المبدأ نفسه ان الشركات الألمانية بتحب توظف حد هي جربته قبل كده.
وهنا الفخ القانوني انك تخلي بالك من الحد الادنى للاجور. الحد الادنى للاجور من يناير 2026 بقى 13 يورو و90 سنت في الساعه، وفي 2027 ان شاء الله هيوصل ل 14 يورو و60 سنت في الساعه. وانت بتدور دور بعناوين المانيه دقيقه، فيرك ستودنت لو انت عايز تشتغل كطالب، او براكتيكوم لو عايز تعمل تدريب، لان برضو بيكون في تدريب تطوعي انك انت اصلا ما بتاخدش مثلا مرتب. في ناس ممكن تحب حاجه زي كده انها تشتغل تدريب تطوعي علشان بس الشركه تعرفها، وبعدين ممكن يقدم بعدين على الشركه كفول تايم. ولكن حبيت اكد على الموضوع دوت علشان ما حدش يقف في الفخ ده، لان التدريب التطوعي ما بيكونش عليه نفس الشروط بتاعه التدريب العادي، ما بيبقاش ليك نفس الحقوق. وفاكرين النصابيه اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو؟ خلينا نتكلم عليها دلوقتي. مش هتدفع علشان حد يوظفك في المانيا ابدا. تاني حاجة إن محدش يقدر يضمن لك فيزا 100%. تالت حاجة لو حد بيوعدك بعرض فوري من غير ما يكون في مقابلة رسمية مع الشركة، فاعرف على طول إن ديت نصبايا. رابع حاجة لو تواصلت مع واحد بيقول إن هو مسؤول توظيف وطلب منك مثلا الباسبور أو الحساب البنكي بتاعك قبل أصلا ما يكون في عقد، فاعرف إن دوت على طول نصبايا برضه. خامس حاجة وبكررها مرة تانية، فكرة التدريب اللي هو التطوعي، تاخد بالك إنك ممكن تشتغل بمرتب قليل أو حتى تشتغل مجاني، فده طبعا يعتبر استغلال. وخلينا دلوقتي نروح للتشيك ليست اللي وعدتكم بيها في اول الفيديو. 6 خطوات حاول تمشي عليهم حتى من بكره. اول حاجه جهز ملف نظيف، اتفرج على فيديو السي في علشان تعرف ازاي تعمل سي في محترم، وجهز ملف تعرف تقدم بيه على الشركات. تاني حاجة قدم على إعلانات مناسبة ليك بالجودة مش بالكمية. تالت حاجة ابني شبكة علاقات كويسة، حطها كده شغلانة عليك إنك كل أسبوع تحاول تعرف لك 5 أو 10 أشخاص، ممكن يكونوا خريجين، موظفين، أو حتى أساتذة في الجامعة. رابع حاجة حاول تعمل من 10 ل 20 انيشياتيف بفيربونج مستهدفين حسب التخصص اللي انت عايزه. حاول تتواصل مع الشركات دايركت على طول مباشرة من غير ما يكون حتى في اعلان. خامس حاجة لو انت طالب حاول تقدم على الشركة اللي انت مستهدفها فيرك ستودنت او اللي هو وركينج ستودنت، انك انت تشتغل كطالب تحت الشركة، او انك تقدم انك تعمل تدريب. دي اولوية قصوى لو انت لسه طالب. وسادس حاجة بس ما تاخدش الصمت وان مفيش رسائل توصل لك بشكل سلبي، زي ما قلنا دوت الطبيعي من الشركات الألمانية، بتحصل مع ناس كتيرة مش انت بس. وكده خلصنا كلامنا النهارده عن الوظائف في المانيا. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم مش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يكتبوا في التعليقات تحت الفيديو، ممكن يكلمنا على الانستجرام وعلى الديسكورد. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو برضه، واشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو تاني.